السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أذهل العالم في المونديال. تعرف على ساحر المهجر الجديد. جوهرة جديدة لمعت في منتخب المغرب على الساحة العالمية، هذه المرة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، حيث لفت كل الأنظار إليه في رحلة أسود الأطلس المميزة وعبورهم من دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية. فبعد قرار لامين جمال برفض تمثيل المغرب واختيار منتخب إسبانيا بدلاً منه، خرج من بين شباب المهجر نجم جديد بقميص وجنسية بلاده يقارعه في المستوى، ليستمر توافد النجوم أصحاب الأصول المغربية والجنسيات الأخرى لتمثيل وطنهم العربي الأصلي. فمن هو محمد حموني جوهرة المغرب الجديدة؟ محمد زين العابدين حموني رجل المباراة أمام بنما في كأس العالم تحت 17 عاماً، الذي سجل وصنع أيضاً أمام إندونيسيا في مباراة حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية. لم تكن هذه هي بداية قصته مع المغرب، حيث تألق أولاً في كأس إفريقيا لنفس الفئة العمرية، والتي حقق منتخب المغرب الميدالية الفضية في نهايتها. الجوهرة الجديدة من مواليد 6 أغسطس 2006، ويبلغ من العمر 17 عاماً، وهو من أبناء المهجر الذين اختاروا تمثيل المغرب، حيث ولد لأم مغربية وأب ترجع أصوله إلى جزيرة جوادلوب التابعة للنفوذ الفرنسي، وهو ما منحه الجنسية الفرنسية. ورغم انطلاق مسيرته مع الأندية في فرنسا ضمن ناشئي فريق لو هافر، إلا أنه لم يتمسك بفرنسا كقميص منتخب، ولبى نداء المغرب منذ أول استدعاء. الجناح المتألق تدرج في فئات لو هافر العمرية، ووصل إلى فريق تحت 19 عاماً، وهو لا يزال في سن 17، ولعب معه 4 مباريات في الموسم الحالي، منها 3 كبديل ضد باريس سان جيرمان ولانس وأميان، ثم نال مشاركته الأساسية الأولى أمام فالنسيان قبل أن يطير مباشرة مع المغرب إلى كأس العالم. ولكنه كان قد استحوذ بالفعل على حب الشعب المغربي منذ البطولة المجمعة الأولى، حين خطفت دموعه قلوب مواطنيه في بطولة كأس إفريقيا تحت 17 عاماً. فبعد تأهل المغرب من دور المجموعات واجتيازه للجزائر في ربع النهائي، واجه المنتخب المغربي عقبة كبرى في طريقه إلى نصف النهائي أمام مالي، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح. وفجأة التقطت الكاميرات شبلا بين أسود الأطلس تفيض أعينه بالدموع في تلك اللحظات. كان هذا هو حموني الذي تقدم لتسديد الركلة الرابعة بعد أن أهدر 2 من زملائه، وكانت النتيجة تشير لتقدم مالي 3-1 في ركلات الترجيح، فقلص هو الفارق بتسجيله لركلته وفتح الطريق للتعادل. ثم تكفل الزملاء بضمان الصعود إلى النهائي بتسجيلهم للركلات ال4 التالية. اللاعب الذي يمتلئ قلبه بحب المغرب هو حلقة جديدة في مسلسل استقطاب مواهب المهجر، بعد عبد الصمد الزلزولي وسفيان ديوب وإلياس أخماش وغيرهم ممن باتوا يحلمون بإنجاز جديد يعادل أو حتى يتخطى ملحمة كأس العالم 2022 في قطر، حين عاد أسود الأطلس بالمركز الرابع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.